فأحب عمل يتقرب به العامل إلى الله عز وجل بعد توحيده وإفراده بالعبادة أن يصلي الصلاة على وقتها. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث المتفق على صحته أخذ العلماء منه دليلا على أن أفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة على وقتها، لأن أداء الصلاة في أول وقتها أداء لأعظم أركان الإسلام بعد التوحيد، ومسارعة بأحب الخير إلى الله، فيه مسارعة وفيه مسابقة واستجابة لأمر الله. ولذلك ما سعد العبد في طاعته لربه بعد الإيمان مثل أن يصلي الصلاة ويقيمها على وجهها، فإذا أقام الصلاة استقام له أمر دينه ودنياه وآخرته. ولذلك جاءت الأوامر في القرآن بإقام الصلاة، ولم يقل وافعلوا الصلاة، وإنما قال وأقيموا الصلاة. وجاء الوعيد الشديد كما جاء الترغيب في فعلها في أول الوقت، جاء الوعيد الشديد والتخويف والتهديد من الله في العبث في وقت الصلاة والتساهل فيه، فقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهؤلاء وصفهم الله، سماهم الله بالمصلين، فهم مصلون ولم يتركوا الصلاة، لكنهم ضيعوها وأخروها عن وقتها، الذين هم عن صلاتهم ساهون. فهم ساهون عن وقتها، وأيضا ساهون في أدائها وحضور القلب في حال وقوفهم بين يدي الرب سبحانه وتعالى.